لكن في النهايه الغلبه كانت لسيدنا عثمان. سيدنا علي في الاول رفض البيعه، واللي هيحصل بعد كده ان طلحه والزبير هيروحوا. هي صحيح خرج منها خوارج. بعد استشهاد عثمان كان لازم يتم تعيين خليفه للمسلمين. علي رضي الله عنه كان هو المرشح للخلافه بعد عثمان بن عفان، والكلام ده عرفناه من اكتر من حاجه، منها ان لما سيدنا عمر بن الخطاب استشهد كان اختار 6 مرشحين للناس: علي وعثمان وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص. 3 منهم اتنزلوا، الزبير وطلحه وسعد بن ابي وقاص، فبقى فاضل عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف. وعبد الرحمن بن عوف قال انا هدير عمليه الانتخابات، وهيبقى التنافس بين علي وبين عثمان. فسيدنا عبد الرحمن بن عوف بقى رايح جاي في المدينه بيسال الناس علي ولا عثمان. الاصوات كانت قريبه جدا من بعض، لكن في النهايه الغلبه كانت لسيدنا عثمان، وبالتالي عرفنا ان افضل حد بعد سيدنا عثمان هو علي رضي الله عنه. وبعض الصحابه والتابعين في اواخر ايام سيدنا عثمان، ومنهم الاحنف بن قيس، واللي توقع ان الفتنه دي هتنتهي بمقتل عثمان. كتير من الصحابه ما كانوش متوقعين كده، قتل الخليفه دي حاجه ضخمه جدا. الاحنف راح لطلحه والزبير قال لهم اني ارى هذا الرجل مقتول، وراح بعد كده لمكه، وكانت ام المؤمنين السيده عائشه بتعمل عمره، فسالها بمن توصيني؟ فقالت علي. وكمان اجماع الصحابه، لان سيدنا علي رضي الله عنه ما حدش نفسه في البيعه خالص. يعني كل الخلاف اللي حصل بعد كده كان خلاف على السياسات والاجراءات، ما كانش خلاف على بيعته بشخصه. المهم سيدنا علي في الاول رفض البيعه، لكن بعد ضغط الثوار وضغط من الصحابه بيوافق الامام علي، وبيبقى رابع الخلفاء الراشدين. عبد الله بن عباس والحسن بن علي قالوا له يستنى، هو صحيح الامام علي هو الجدير بالخلافه، لكن الامام علي لو بقى الخليفه دلوقتي سيكلف امرا لا يقدر عليه. اي حاكم هيتولى امر المسلمين في اللحظه دي هيتقال له خد القصاص من قتله عثمان، وده علي مش هيقدر عليه دلوقتي. فكانوا شايفين ان الامام علي ما يوافقش على البيعه. طيب لما يحصل تاجيل لاستجابه علي للبيعه، هيفشل بنو اميه ان هم ياخدوا الثأر من قتله عثمان، وهيبدا العرب يبايعوه من غير ما يكون عليه اي مسؤوليه. هي صحيح هتحصل شويه فوضى، لكن شويه الفوضى دي لما يجي علي ويتولى بعدين هيبقى في موضع اجماع، محدش هيجبره على اي حاجه. واللي هيحصل بعد كده ان طلحه والزبير هيروحوا يعملوا عمره، فهيلاقوا السيده عائشه هناك ومتضايقه لمقتل عثمان بن عفان، وهيجي والي اليمن علي بن اميه، وده كان قريب من عثمان وكان والي غني، فهيتجمعوا كلهم وهيحصل ما بينهم حوار، وهو ان الامام علي بن ابي طالب تولى الخلافه ودينا صابرين بقالنا 3-4 شهور وما عملش اي حاجه لحد دلوقتي مع قتله عثمان، فباين عليه ان هو عاجز قدام تكتلهم ده، ومش عايز تحصل حرب تستباح فيها المدينه مع اهل الفتنه. فجالهم فكره انهم يخرجوا للبصره، ودي مدينه فيها مؤيدين لعثمان رضي الله عنه. هي صحيح خرج منها خوارج، لكن اغلبها مؤيدين علشان يجيشوا انصار عثمان ويساعدوا عليه في القضاء على اهل الفتنه. وعشان كده لما سئلت السيده عائشه وطلحه والزبير انتوا ليه خرجتم، قالوا علشان نصلح بين الناس. في نفس الوقت معاويه في الشام كان ممتنع عن البيعه الا لما يتم القصاص من قتله عثمان، ولو احنا جبنا جيش وانصار عثمان وخلصنا من اهل الفتنه دول هيتجمع المسلمين تاني، وهو ده اللي هيصلح بين الناس. فراحوا للبصره، وكان والي البصره عثمان بن حنيف اللي انسحب وقتها وخاف يحارب جيش فيه السيده عائشه وطلحه والزبير، فدخلوا البصره بهدوء. وهناك اتعرض لهم شويه من اهل الفتنه، على راسهم حكيم بن جبله اللي كان مركز القوه الاولى، وواجههم ب 600 راجل. اتقتلوا كلهم ما عدا واحد اسمه حرقوس بن زهير السعدي، هرب في نفس الوقت اللي كان علي رايح فيه يهدد الدنيا. حرقوس بن زهير اتجمع حوالين منه 6000 من قبيلته، وكبر الموضوع، ولو سيبنا الوضع بالشكل ده هتحصل معركه تانيه بين السيده عائشه وقبيله بني سعد، والله اعلم كم واحد هيموت فيها، واكيد بعد شويه هيجي ناس تاني يطالبوا بقتله عثمان، وكده يبقى الوضع تدهور تماما. فقرر الامام علي ان هو يخرج بجيشه علشان يوقف اللي بيحصل في العراق، لكن وهو خارج حصل موقفين مهمين. الموقف الاول، الحسن بن علي كان شايف انه بلاش يخرج، قال له ان في خروجك هذا سفك دم المسلمين، الموضوع ده لو انت طلعت ومعاك جيش هتحصل حرب بين المسلمين، لان جيش علي ده في جزء من قتله عثمان وفي المتعصبين ليه برضه، وكمان بعض الصحابه طبعا. طب ايه اللي مخلي الامام علي معتمد على قتله عثمان؟ ده لان في كتير من الصحابه انسحبوا من القتال معاه، اما عشان هم هيحاربوا مسلمين او عشان اصحابهم في جيش قتله عثمان، فعشان كده تكتل دول حوالين الامام علي. وعشان حاجه الامام علي ليهم في فرض النظام وانسحاب بعض الصحابه خلى الامور متلخبطه اكتر. والموقف الثاني، عبد الله بن سلام وهو بيقول له
لا تذهب الى العراق ولا تترك منبر رسول الله، فاني اخاف عليك ذباب السيف، يعني انا خايف عليك انك تتقتل في العراق. فرد عليه الامام علي بن ابي طالب: لقد قال لي الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. يعني الامام علي كان عارف ان هو هيتقتل في العراق. والحسن لما قال له لا تخرج فان في ذلك سفك للدماء، قال له لا اكون كالضب في الجحر تنتظر لتستمع اللبن. يعني الامام علي بن ابي طالب بيقول له لو انا قعدت في المدينه هبقى كالضب في الجحر بتاعه. والضب كان لما بيدخل الجحر بتاعه كان بيجوا العرب علشان يصطادوه، فكانوا يقعدوا يضربوا على جحره، فالضب يحس ان في حاجه ينفع يصطادها فيخرج لها فيتصاد بدل ما يصيد. فهو بيقول لو انا قعدت في المدينه الدنيا هتبوظ وهيجولي لحد المدينه عشان يقتصوا من قتله عثمان، فما بقاش زي الضب قاعد مستني الخبط وساعتها هبقى في موقف اضعف. فانا دلوقتي لازم اسيطر على الموقف. وبعدين انا رايح للسيده عائشه وطلحه والزبير، يعني محدش فينا بيفكر في القتال. ولما وصل حصلت مراسلات بين الجيشين، فعلي بعت القعقاع بن عمرو لطلحه والزبير والسيده عائشه. والقعقاع قال للسيده عائشه: يا اماه ما اخرجك؟ فقالت: يا بني ما اخرجني الا الاصلاح بين الناس. قال لها: فاخبريني، جاء طلحه والزبير؟ قالت: نعم. فسالهم: انتم موافقون ام مخالفون له؟ فقالوا: لا، موافقون ومتبعون له، ما اخرجنا الا الاصلاح بين الناس. فرد عليهم القعقاع وقال لهم: اخبروني عن هذا الاصلاح. فقالوا: قتل عثمان، فان ترك القصاص منهم كان تركا للقران، يعني لازم نقيم الحق. فرد عليهم القعقاع وقال لهم: انتم خرجتم الى البصره وقاتلتم الذين تأشبوا لكم، فقاتلتم منهم 600 رجل وفر واحد، والراجل ده اتعصب له 6000، فلو ما كنتوش حاربتوهم من الاول كان هيبقى اهون. كده انتوا عملتوا زي اللي بتلوموا عليه في واحد من قتلة عثمان سبتوه ما قتلتوهوش، يبقى كده وقعنا في دم اكتر وفوضى اكتر من اللي كانت. كلامه كان حكيم جدا. فردت عليه السيدة عائشة وقالت له: فانت ماذا تقول؟ فقال: هذا امر دواؤه التسكين، يعني نهدى وما ناخدش قرارات متسرعة، ناخد المتهمين بهدوء ونعرضهم على القضاء وعلى الخليفة. فقالوا: طيب اتفقنا، واتصالحوا واتقضت الليلة دي في سلام. لكن هنا اهل الفتنة شافوا انهم لو اتفقوا اللي هيروحوا ضحية للموضوع ده هم. فراح واحد للزبير وقال له: أقتل لك علي؟ فرد عليه الزبير وقال له: وكيف ذلك؟ يعني ازاي هتقتله وهو معاه جيش؟ فقال له: ادخل معه حتى اكون معه فافتك به. فرد عليه الزبير وقال له: ان الايمان قيد الفتك، ورفض. لكن المشكله ان الصوره ما كانتش واضحه، مين مع مين مش معروف كويس، لان القبائل كانت دخلت في بعضها، واهل الفتنه دخلوا بين الجيشين. فدخلوا جيش علي وقتلوا فيه وهم بيقولوا غدر طلحه والزبير وعائشه، وقتلوا في جيش طلحه وهم بيقولوا غدر علي. فالناس هاجت وبدا القتال، وهنا تبدا معركه الجمل. الزبير بن العوام اول ما شاف الجيشين بيحاربوا بعض قرر ينسحب، لكن وهو بينسحب لحق واحد اسمه ابن جرموز فرماه بسهم وقتله. فراح ابن جرموز لعلي وقال له: قتلت الزبير. لكن رد الامام علي عليه كان صادم، قال له: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار، وابن صفية هو الزبير. وكمان طلحة بن عبيد الله اتقتل بسهم، وبالتالي الاثنين الكبار ماتوا في اللحظات الاولى من المعركة. وبعد كده تركز القتال حوالين جمل السيدة عائشة، وكانت هي في هودج على الجمل. سيدنا علي بعت فرقة خاصة بقيادة محمد بن ابي بكر اخو السيدة عائشة. الفرقة دي كان ليها مهمة سريعة، انهم يوقفوا القتال ويحسموا الموقف. فاللي حصل ان هم قطعوا رجل الجمل اللي كانت السيدة عائشة راكبة عليه، وبعد كده اخدوها ودخلوها بيت عبد الله. وفي اللحظه دي الهودج وقع. واول ما اتاكد الامام علي ان السيده عائشه بقت في امان نادى وقال: محدش يموت اي جريح، محدش يلحق اللي هرب، ومحدش يدخل بيوت الناس، واللي يرمي سلاحه ويدخل بيته فهو امن. وبعد الانتصار المنتصرين كانوا محطمين نفسيا، لان الدم اللي اتسفك كان دم صحابه ومبشرين بالجنه. فالناس بدات تسال: مين ليه الحق في الحكم؟ وازاي نعرف الحاكم الشرعي؟ ولو ظلم هل هيفضل شرعي ولا من حق الناس انها تعترض عليه؟ والامام احمد بن حنبل وبعد قرنين من الاحداث دي وفي محنه خلق القران لما اتضرب واتسجن، تلاميذه سالوه: هل نخرج على الحاكم؟ فرد عليهم الامام احمد بن حنبل وقال: سبحان الله، الدماء الدماء، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنه. ومن هنا تاسس المذهب السني المعروف: لا خروج على الحاكم المتغلب حتى لو كان ظالما حافظا على وحده الامه. من اللحظه دي العقل الاسلامي بقى مشغول باسئله كان صعب حتى يتخيلها قبل كده: مين له الحق في الحكم؟ وازاي بنعرف الحاكم الشرعي؟ ولو الحاكم ده اخطا او ظلم هل هيفضل حاكم شرعي ولا الناس من حقها انها تعترض عليه؟ عايز اقول لك ان كل الاطراف معاها حق، لان كل طرف كان بيتصرف بناء على ان هو شايف ان ده الصح. طيب المشكله
بتبدا امتى؟ المشكله بتبدا لما الاطراف بيدخلوا في صراع، كل واحد عايز يثبت ان هو الصح، والمشكله بتزيد لما اعداء الفئات دي تستغل الموضوع وتبدا تنفخ في النار، فالوضع يتحول لحرب اهليه. ده بالظبط اللي حصل في معركه الجمل. الكلام في الموضوع ده معقد جدا وحساس، لان اي طرفين بينهم صراع بيبقى فيه انحياز لطرف على حساب التاني، لكن الحرب دي بين مسلمين، بين الصحابه وبعضهم، بين ام المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والامام علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل زمان كان فتنه ومؤامره على الدوله، ودلوقتي احنا غرقانين في بحر الفتن والمؤامرات. بس مش دي المشكله، المشكله اننا بنكرر نفس الاخطاء، نفس الاعداء اليهود هم ونفس الخلافات موجوده لحد النهارده، نفس الخلطه السريه لصناعه الفتنه، نفس العناصر والمقادير. المشكله ان المكونات بقت محفوظه ومعروفه للعامه، بس الناس لسه بتاكل الطعم. اسوأ حاجه ممكن تحصل لك انك تبقى جزء من الفتنه. عشان كده بدأنا سلسله الفتنه الكبرى اللي بتبدأ من مقتل عثمان بن عفان لحد الحرب الايرانيه الاسرائيليه في 2025. فلو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب، وقول لي في الكومنتس لو كنت موجود وقت الفتنه كان هيبقى ايه موقفك.